جاتو غلاسي بموس شوكولا كيجي جديد ساهل بجميع المراحل ديالو، غيجيكم ناجح من اول تجربه وما غاديش يصدقوا انهم صاب في الدار غيحلفوا عليه انه مشري. بالنسبه للطبقه الاولى غنديروا جنواز فيها 2 البيضات، رشه ملح، 2 المعالق كبار سكر سنيده، كيس سكر فانيليا ورشه ملح. غادي نطرب مزيان هاد العناصر حتى يضاعف الحجم ديال البيض والسكر، ونستمر هكا في التطراب حتى نحصلوا على هذا القوام. من بعد غادي نضيفوا النواشف، 30 غرام ديال الدقيق الابيض او اقل شويه من نصف كاس، نص كاس ما كاملش ديال الدقيق الابيض يكون من النوع الجيد. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو المر او الكاكاو الخام، وغادي نحاول ندخل هاد النواشف في هذاك البيض هكا غير من التحت للفوق الفوق لتحت غير بشويه. هنا راني مسرعه وتيره الفيديو باش ما نهبطوش هذاك البيض اللي طلعناه في الاول. في المول غادي ندير هنا ورق الزبده، ممكن تدهنوا بالزبده وترشوا بالدقيق. وغادي نفرغ الجنواز ديالي، نحاول نضرب بها بحال هكا وندخلها الفرن مسخنه على درجه حراره 180 درجه. هنا من بعد ما خرجت تقريبا واحد 10 دقائق ما كاملاش، من بعد هنا ملي بردات غادي نسقيها هكا بشويه ديال الحليب. يعني بالنسبه لهاد المرحله ممكن تسقيوها مثلا بالماء ولا القهوه سريعه الذوبان وشويه ديال السكر. غادي ندوزو نحضروا الطبقه المقرمشه. غادي نحتاجو نص كاس سكر، معلقه كبيره الماء، و معلقه كبيره ديال الزبده. غنخلي هاد العناصر هكا يذوبوا فوق النار. هنا من بعد ما ذابوا غادي نضيف كاس ديال اللوز، وغادي نحاولوا هكا نبداو نحركو في داك اللوز حتى يتلبس مزيان. هنا من بعد غيبدا يتحجر هذاك السكر، ما تخافوش غنبقاو غير نستمروا هكا في التحريك حتى يبدا يذوب لنا. حاولوا ديروا هاد الطبقه المقرمشه ديروها هي الاولى من الافضل. صافي غنبقاو نحركوا هكا حتى يذوب لنا هذاك السكر ويولي كراميل. من بعد ما داب تماما صافي غادي نفرغوه هكا على ورق الزبده ونخليه على جنب حتى يبرد. من بعد ما برد غادي نقسمو وغادي نهرسوه هكا. شوفوا نتوما هنا طحنتو شويه، غادي نزيد عليه 50 غرام ديال الشوكولاته. انا ذوبت 100 غرام قسمتها على 2. الشوكولاته افضل تكون من النوع الجيد. وغادي نزيد لها معلقه صغيره ديال الزيت، نحرك كلشي مزيان. غادي نضيفها على هذاك اللوز اللي طحناه. غنخلط كلشي مزيان هكذا وغادي نضيفو على الطبقه ديال الجينواز، نسرحوه مزيان ونحيدوه من المول. وغادي ندوزو نحضروا طبقه ديال الموس وشوكولا. هنا درت الكريم شونتيي العلبه مع كاس الحليب، طربتها مزيان حتى طلعت. وغادي نضيف 50 غرام الشوكولاته المتبقي اللي ذوبناه، غادي نضيفو مع علبه ياغورت نكهه الشوكولاته. نخلطهم مزيان. الشوكولاته كتكون دافيه وعلبه الياغورت بالشوكولاته كتكون خارج الثلاجه من الافضل. صافي نخلطوهم مزيان وغادي نضيفوهم على الكريم شونتي ونطربوا كلشي مزيان. هنا غادي ناخذوا واحد الطبسيل ولا واحد الاناء ولا واحد هذا اللي يكون مستوي، وغادي ندير فوق منه السلوفان مزيان ويكون الوجه ديالو مقاد. هذا هو اللي غيكون الوجه ديال الطارت ديالنا. غادي ندير الاطار ديالي في نفس الحجم ديال الجينواز، وغادي نحاولوا نوزعوا هاد الموس شوكولا نوزعوها هكا بشي بوش من الافضل باش كتجينا متساويه. نحاولوا نقادو هكا ونبقاو نضيفوا هكا الطبقات حتى نساليوها كلها ونسرحوها هكا مزيان. بالنسبه لهاد المكونات كلهم غنكتبهم لكم الفوق. من بعد غادي ناخذ الكيك والطبقه المقرمشه، غادي نقلبهم هكذا على داك لاموس ونحاول نضغطوا عليه غير بشويه 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 باش ما تخرج لكمش من تحت الاطار. صافي نغطيها هكا بالسلوفان ونخليها في المجمد على الاقل مده 6 ساعات. انا خليتها ليله كامله وندوزو نصاوبو
الكلاصاج ميروار. غادي نحتاج ورقه الجيلاتين، غادي نفزقها في الماء بارد ماء عادي، وغادي نزيد 2 معالق كبار كاكاو، نص كاس سكر، نص كاس الكريمه، ونص كاس الماء. نخلط كلشي مزيان ونديرو يغلى فوق النار مع التحريك المستمر. ومن الافضل الكاكاو يكون من النوع الجيد. غنخليها كتغلى ونحيدوها ونضيفو هذيك الورقه الجيلاتين، نعصروها مزيان من الماء ونضيفوها هكا. من بعد ما دازت ليله كامله غنحاول هكا نديمولها من هكا من الجناب غير بيديا، غير بشويه كنحاول ندير لها شويه الحراره ونحلها، نحل الاطار. وبالنسبه للكلاصاج غادي يكون دافي، غادي للبروده، يعني ما يكونش سخون باش ما يخسرش لنا الموس وشوكولا. وغادي نحاولوا هكا نوزعوه بهذه الطريقه. كيف قلت لكم الكاكاو يكون من النوع الجيد، وحتى الشوكولاته اللي غنستعملو تكون من النوع الجيد باش كتعطينا هكا مذاق اللي بنين. صافي غنحاول كنغطي الجوانب، ومن بعد هنا غنزين بالفويتين. شوفوا نتوما الا عندكم لو كونكاسي، الا عندكم اي حاجه بغيتو تزينوا بها ممكن تزينوا بها هنا من الجناب. انا كان عندي الفويتين، غادي نقادو هكا من الجناب كلهم. ومن بعد غادي ناخذ شوكولاته بيضاء، غادي ندوبها، غادي ندير بها هكا خطوط هكا عشوائيه. الزين كيبقى اختياري. وندخلوها للثلاجه حتى تبرد تماما ونقدموها بالصحه والراحه. كتجي رائعه، واللي ذاقها عندكم ما غاديش يتيق انكم مصاوبينها في الدار. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش لي لايك، وما تنساوش بارطاج مع حبابكم وصحابكم باش الكل يوجد هاد الطارت كلاصي. وعلاش لا يديرها كمشروع يخدم بها، سورتو حنا في وقتها. تهلاو فراسكم، بسلام عليكم.